الاستدعاء باش نقدم محتوى هذا الكتاب اللي هو في الحقيقة مطروح أساسا النقاش والحوار حول هذه القضية الجد المعقدة ومشكل من بين المشاكل الأساسية اللي كتعيق التنمية والديمقراطية في البلاد. كيف كتعرفوا الكتاب بالفرنسية، وحتى التقديم ديالي كان غادي يكون بالفرنسية، إلا أخ تطوع وساعدني باش ندير الترجمة بالعربية، ومن أجل التواصل أحسن غنحاول ندير التقديم بالعربية. السياسية والمؤسساتية في البلاد، وهذا ربط بالنسبة لي هو استنتاج مهم ديال التجربة ديالي تقريبا، وهي تجربة ماشي شخصية، هي تجربة جماعية مع إخوان وأخوات اللي حاضرين هنا معنا في ترانسبارونسي المغرب ديال 28 سنة. والفكره ديالي كانت هي نتقاسموا كنا هذه التجربه، ونتقاسموا الحوار والنقاش حول لو بيلان وحول الاستنتاجات اللي يمكننا نتوصلوا لها بالنسبه لهذه التجربه. هذا الكتاب والمحتوى ديالو عنده واحد المرجعيه، عنده في الحقيقة مرجعيات مختلفة، ولكن كاين مرجعية أساسية هي ما نسميه في على المستوى ديال لو موفمون ديال الشفافية على المستوى العالمي نظام النزاهة الوطني كمرجعية، كالنظام الوطني للنزاهة. وهذا النظام الوطني للنزاهة هو عنده واحد النوع من عنده ركائز أساسية اللي عندها ترابط، واللي ملي كتكون كتشتغل بجيد كيمكن لها تنتج النظام الوطني للنزاهة. ولكن لا كان عوائق كبيرة كيف غنحاول نبين لكم، كيوقع مشاكل وكتكون صعوبة باش نتقاسات كدار على المستوى العالمي وكدار على المستوى الوطني. في المغرب درنا تقريبا تيظهر لي واحد 2 ولا 3 ديال الدراسات ديال النظام الوطني للنزاهة اللي كيتطلب واحد 1.5 سنة، وكتكون فيه فرق عمل اللي كتدرس كل ركائز الاساسيه ديال النظام الوطني للنزاهه، منهم ليكزيكوتيف، لو ليجيسلاتيف، لي ماس ميديا، لا سوسيتي سيفيل اتسيتيرا، جميع الركائز اللي كنعتبرها مهمه واساسيه بالنسبه للنظام الوطني للنزاهه. هذا واحد باردون لا ان طومبل غريك سي فو فولي. في المستوى العالي ديالو ولا لو بلافون كاين القيم، كاين التنميه المستدامه، كاين جوده الحياه اتسيتيرا اتسيتيرا، اشياء اللي هما في الحقيقه كيمثلوا الاهداف الاساسيه في مجتمع ديمقراطي. وكاين هذوك الركائز اللي جاي محطوط عليهم هما لو ليجيسلاتيف قلت، النظام ديال القضاء، الصحافه، المجتمع المدني اتسيتيرا. وكل ركيزه من الركائز كيكون الدراسه ديالها باش نحددوا شنو هما الاشياء اللي كيوقع فيهم مشاكل كيعيقوا النظام الوطني للنزاهه ولا يسهلوا العمليه. لما كانش نظام وطني للنزاهه وقف على الركائز ديالو، هو لو موديل اللي كيكون عندنا في هذاك، ستادير تو سيفوندر بالنسبه للمؤسسات الاجتماعيه والعمل ديالها اتسيتيرا. هذا هي نوع من التمثيليه ديال النظام الوطني للنزاهه. النظام الوطني للنزاهه هو كيبني على بعض المبادئ الاساسيه. اولا فصل السلطات او توازنها، واش كاين هذا الفصل السلطات ولا لا، والمستوى ديال فصل السلطات، وجود اليات للرقابه في المجتمع، استقلال القضاء والاعلام والمؤسسات الرقابيه على السلطه التنفيذيه، المساءله والشفافيه واش موجوده ولا لا، وعدم الافلاس من العقاب،
هذا المبدا هو جد اساسي. بيان سور كلهم مهمين، استقلاليه القضاء ولكن كذلك الاشياء الاخرى، ولكن ملي كيكون المجتمع وضعيه عامه ولا معممه ديال الافلاس من العقاب، كنكونوا في واحد الوضعيه جد صعبه من ناحيه ديال محاربه الفساد ولا الخروج الى مجتمع تسوده الشفافيه والقانون. خامسا، اتساق الشفافيه في تدبير الشأن العام والشؤون مع اتاحه المعلومات على نطاق واسع. هذو هما المبادئ الاساسيه. وفي الحقيقه الدراسات اللي كدار باش نتحققوا واش هذه الوضعيه كتعاني من في هذه المبادئ ولا لا. وهذه هي الحاجه ديال الدراسات ديال النظام الوطني للنزاهه. كيف قلت لكم كانت دراسات في 2009 و2014 اللي طلبت وقت كثير، وكانوا بعض الخلاصات. هما تقارير جد مهمه وفيها تدقيق ركيزه بركيزه اتسيتيرا، ولكن على العموم الخلاصات الاساسيه اللي يمكننا نقولها هي: يبدو أن المغرب يمتلك بنية يمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في الدول الديمقراطية، ولكن في الواقع يختلف أداء مؤسسات وأركان نظام النزاهة الوطني التي تم تقييمها ودراستها اختلافا كبيرا. دونك كاين اختلاف كبير بالنسبة لو فونكسيونمون ديال لي بيلي دانتيغريتي، وكاين تباعد كبير بين الواجهه اللي عندها واحد الجانب من الشكلي ديال الديمقراطيه ولو فونكسيونمون ريال ديال هذا الركائز ديال النزاهه. الاستنتاج الثاني يتجلى في الجانب المتعلق بالاستقلاليه والمساءله وافلات من العقاب التي يؤثر على جميع اركان نظام النزاهه الوطني. هذه هي النقطه الجد حساسه. وملي كنمشيو في التحليل، في تعميق التحليل، في الحقيقه المشكل ديال المحاسبه ولا غودوفابيليتي والافلاس من العقاب كاين تواجد عندنا في الدستور المغربي. في الدستور المغربي كاين سلطات كبرى جد مهمه كونسيديرابل اون بو دير، ولكن واخا كاين في الدستور المبدا ديال المحاسبه، ربط المحاسبه بالمسؤوليه ولا المسؤوليه بالمحاسبه، في ميادين كثيره استراتيجيه ما كاينش الامكانيه ديال المحاسبه، ما كاينش منها. اي دونك فورسيمون كاين الافلاس من العقاب. وهذا يمكننا ديجا هي على المستوى ديال البنيه الدستوريه نعتبروا بان هذا خلل جد كبير بالنسبه لتسيير المؤسسات والمال العام والمرفق العام. يتطور الفساد والريع ويتخذ اشكال مختلفه. الفرضيه اللي خديت انايا كنعتبرها مهمه، وكنحاول في الكتاب نبين ونعطي معطيات على هذا عن هذه الفرضيه. وهذه الفرضيه هي: في المغرب يتميز الفساد والريع بترابطهما، إذ أنهما مرتبطان بالسلطة السياسية والمالية وآلية عملها. في الحقيقة يمكن ملي كندخلوا في البداية الميدان ديال دراسة الفساد ونقاش القضية الفساد اتسيتيرا، كنمشيو شويش تيدينا الجانب التقني. واش كاين آليات، واش كاين أدوات، واش كاين مؤشرات اللي كيمكن تساعد باش نفهموا هذا الشيء كله. ولكن في الحقيقه انا تعتبر هذه البدايه، لان من بعد ملي كنتقدموا في هذا العمل وفي هذا التحليل وهذه المعطيات كيبان بان الجانب السياسي والجانب اللي عنده علاقه بالتسيير السياسي ديال المؤسسات وديال المجتمع وسكون ابل لا ريغولاسيون سوسيال هو جد مهم. ودونك المشكل ديال الفساد، محاربه الفساد، ماشي هو اقتراحات تقنيه،
والمسيره ديال الجمعيه المغربيه لمحاربه الفساد وديال جميع المجتمع المدني اللي حاول يساهم في هذا الاتجاه بينت بانه كان عمل جد مهم اساسي ومرافعات واقتراحات وقوانين وهذا، ولكن من ناحيه لا التطبيق ولا الجدوى ولا ديال النجاعه كاين خلل، وكاين خلل كبير اللي ماشي هو محصور في الجانب التقني، ويمكن له نحصروه في الجانب التقني. توجد روابط عضوية وهي في طور التطور بين السلطة السياسية والاقتصادية وتوطيدها وانتشار الممارسات الريعية. يساهم هذا الأخير الريع في ترسيخ السلطة السياسية. الريع هو كذلك ركيزة وإن كومبوزونت ديال العمل السياسي والتسيير السياسي للبلاد. كما يعد اقتصاد الريع ركيزة أساسية للسلطة السياسية. لا مشينا نحلوا الانتخابات وكيفاش كتسير الانتخابات والتداول اللي كيوقع فيها ديال لي فافور ديال الفلوس ديال ستة، كيبان بانه الريع هو اساسي بالنسبه للبنيه ديال المجتمعيه. وانا حاولت هذا الجانب نشوفوه في بعض الوثائق وبعض الدراسات التاريخيه ديال واتربري دوت اللي عطاو تحليل دقيق لهذه الاشياء. رابيدمون بالنسبه للمحتوى العام ولا لو سومير ديال الكتاب، يتالف الكتاب من 5 أجزاء و12 قسم. وكاين هاد لي 5 بارتي هما الاولى الجزء الاول المفاهيم والتدابير، ولكن في الحقيقه خاصنا نديرو اي لا ميزور القياس. الجزء الثاني الفاعلين الرئيسيين معنيين بمكافحه الفساد، سادير تو لي زاكتور، الدوله، الاداره، المجتمع المدني، القطاع الخاص، اللي عندهم اما مصلحه ولا عندهم دي زوبليغاسيون بالنسبه لمحاربه الفساد. شنو هو كان لو كومبورتمون ديالهم على هذه المده دي تقريبا 25 سنه، شنو هي السياسات اللي داروا تابعوا وشنو عطات. دونك هذا الجزء الثاني ديال هذاك. الجزء الثالث آليات مكافحه الفساد. في الحقيقه احنا في تعلمنا بزاف في هذه التجربه، لانه دخلنا بالاراده ولونفي دابروندر اي دو كومباتر، مي ملي كتدخل الميدان ديال محاربه الفساد وكتشوف التجارب الدوليه وكتشوف هذاك، كاين ليتيراتور دابور تري امبورطونت، وكاين ادوات كثيره متنوعه اللي كتستعمل، وكانت محاولات وتجارب دوليه مختلفه باش نواجهوا بعض الدول المشكل ديال الفساد والريع. لان كاين بالنسبه لي ارتباط مهم بيناتهم. انا جو لي زابيل لي سور جوميل، شي قرط في شي ومترابطين ماشي مطلوقين. الجزء الرابع الاستراتيجيات. هذا باش رابيدمون اون فا ريفينير سور سي بوين من بعد. الرابع الاستراتيجيات، حاولت نشوف حيت تو لي زاكتور ولا لا بلوبار دي زاكتور عندهم استراتيجيات ديالهم ديال التعامل مع الفساد واساسا الفساد، محاربه الفساد. كاين على المستوى الوطني المجتمع المدني، وفي المجتمع المدني كاين الجمعيات المتخصصه شيئا ما في هذا الميدان اللي elle a développé des stratégies منذ على الأقل 2010 في المغرب. وكاين استراتيجيات دولية. حنايا كجمعية كان اون في بارتي ديال ما يسمى لو مومون انتي كوربسيون على المستوى الدولي، اللي هو تقريبا في حاليا واحد 105 ديال الدول اللي عندهم واحد التواجد مؤسساتي مجتمع مدني اللي من ضمن لو موفمون انتي كوربسيون. وهذا لو موفمون كله
هو في ترانسبارنسي انترناسيونال عندها استراتيجيه اللي كانت وحده من 2010 حتى 2015 2020 وحاليا 2030. وهذه الاستراتيجيات كيكون فيها عمل تشاركي وكاين ارتباط وكاين التزامات وكاين اشياء. دونك حاولت نقدم هذه الاستراتيجيات كلهم ويكون فيهم نوع من النقاش وبعض الخلاصات. زياده على هادو كاين استراتيجيه الوطنيه اوفيسيال ديال الدوله المغربيه. يمكن لي نقول لكم بان بالنسبه للاستراتيجيه الوطنيه في البدايه ديال المجتمع المدني والمجتمع المدني اللي اشتغل على الفساد، في الحقيقه في البدايه ترانسبارنسي ماروك كانت ما تقبلتش 8 سنين وحنا ما كانش عندنا لو ريسيبيسي باش يمكننا نشتغلوا ايتترا، ولكن كان اشتغال في اطار ان كوليكتيف اسوسياتيف دو لوت كونتر لا كوربسيون اللي كان وصل حتى تقريبا واحد 60 جمعيه في البدايه، وكان الاشتغال على اساس هذا لو ريزو ديال هذاك. ولكن ملي استطعت الكوليكتيف اسوسياتيف، اول حاجه اللي دار من بين الاشياء اللي دار واحد لو ميموراندوم اللي قدموا الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي ملي كان في الحكومه. وديك لو ميموراندوم اللي تقدم في 1998 كان كيلح على لي زيليمون اسونسيال، العناصر الاساسيه ديال اون استراتيجي ناسيونال. من البدايه كنا باغيين وكان لا سوسيتي سيفيل تطالب بهذاك. الى فالو اتون جو بونس جوسكا 2014-15 عاد باش الحكومه المغربيه قررت باستراتيجيه وطنيه اللي يمكننا نرجعوها شنو عطات وشنو ما عطاتش وشنو هي النتائج. دونك هذه بالنسبه للاستراتيجيات ديال هذاك. الاستراتيجيات جد مهمه، واخا كاين صعوبه في تطبيق الاستراتيجيه، واساسا بالنسبه للمجتمع المدني، لان المجتمع المدني ما كيضبطش الاشياء ديالو لا من ناحيه الامكانيات ولا من ناحيه القوانين ولكن كتعطي ان اوريزون ديال العمل وديال الاشياء. الجزء الخامس اساليب الضبط، وفي الحقيقه هو c'est une partie qui traite de la question ديال la régulation sociale والعلاقه ديال الريع والرشوه بلا ريغولاسيون سوسيال اي بوليتيك. وكاين هنايا داخلين بزاف العوامل اللي حاولت ندرس، الجانب ديال الانتخابات، الجانب التاريخي، الرجوع الى المخزن وكيفاش كان المخزن كيسير القياد والاعوان في الموند رورال اتسيتيرا، اشياء اللي كتبين بان ما راحنا ما جايينش من والو. كاين واحد التاريخ ديال التعامل ديال مع الفساد اللي كيأثر ما يقع حاليا. رابيدمون هادو بعض المعطيات على بالنسبه للجمعيه المغربيه لمحاربه الفساد. هي رابيدمون ولا هذه بالنسبه لمؤشر مدركات الفساد. الوغ non je vais sauter tout ça. بالنسبه كاين نقاش بالنسبه حول المصطلح ديال الفساد ولا ديفينيسيون ديال الفساد، لان جد مهمه، لان كاين في النقاشات العامه ولا النقاشات هذاك كاين اللي كيهضر على الفساد ككوميسيون، كاين اللي كيهضر على لا بتيت كوربسيون، لا غروند كوربسيون اتسيتيرا. ولكن من المفيد ومن الاساسي باش نعرفوا الفساد بشيء من الدقه وشيء من العموميه. هي في الحقيقه لا ديفينيسيون اللي معترف بها ومستعمله، يتم تعريف الفساد بانه اساءه في استخدام السلطه العامه، un détournement de l'utilisation de la responsabilité publique. كيف ما كانت سياسيه او اقتصاديه او قضائيه او اداريه، هادو كلهم اللي كيكون كلكان في الوضعيه ديال المسؤوليه، وكاين اساءه ولا ان ديتورنمون الاستعمال ديالها في اتجاه لتحقيق مصالح خاصه،
بما في ذلك المصالح الشخصية أو العائلية أو القائمة على المحسوبية، فاحنا نوجد في وضعيه ديال الفساد. هذا هو التعريف ديزون ستاندار او نيفو انترناسيونال لهذاك. كان واحد الكاتب امريكي اللي كان درس الفساد اساسا في هونغ كونغ في البدايه، وهو اللي كان في الانطلاقه ديال لا كونسيبسيون ديال لا بروميير اجونس دو لوت كونت لا كوربسيون لا بلوز امبورطون ديال هونغ كونغ. كان عطى واحد التعريف ديال الفساد: C égale M plus D moins R. الاحتكارات tout ce qui est des positions de monopole, décision discrétionnaire تقدير ليا الشيف ولا الرئيس كيقرر بلا برجع الرجوع الى لا القوانين ولا لي كريتير ولا لا بروسيدور ولا وانعدام المساءله l'absence de redevabilité. وهو لخص كيف قلت لكم هاد لا فورمول هاد لا ديفينيسيون دون سي ايت ايغال ام بلس دي موان ار. بعض الاحيان كنستعملوا ا او ليو دو ار. سي اكوانتابيليتي، سي لا رودوفابيليتي، الغياب ديال لا رودوفابيليتي. دونك هذه ان بتي بو بور مهم باش نلخصوا شويش لا ديفينيسيون باسكو هي اساسيه بالنسبه للتحليل. دابا بعض الكلمات ولا بعض المعطيات على الجانب ديال القياس ديال الفساد. اولا يمكننا نمشيو للريع من بعد. كيف كتعرفوا الترانسبارونسي المغرب والجمعيات المختصه هي تتابع الفساد سنه من بعد سنه، وكاين مؤشرات كثيره ومتنوعه مختلفه اللي كتحاول تقيس لو فينومين دو لا كوربسيون. ولكن بين المؤشرات الاساسيه اللي عندها شهره عالميه واللي كيتابعوها الحكومات كيتابعوها المنظمات الدوليه باش يعرفوا الوضعيه في بلد ما، كاين مؤشر ملامسه الرشوه ولا ادراك الرشوه حسب الاخ علي صدقي، ياك ادراك الرشوه مدركات الرشوه داكور. دونك مؤشر ادراكات الرشوه هو مؤشر اللي كيديروه تقريبا 13 ديال لي زاجونس انترناسيونال سنويا، هما اللي كيجمعوا المعطيات. و ترانسبارونسي انترناسيونال هي اللي كدير الدراسات من اجل الانديكاتور كي بوبليي ولي سكور ولا كلاسمون ديال الدول. ليشيل المستعمله كانت حتى 2012 من 0 الى 10. 10 étant le niveau le plus élevé de transparence et d'absence de corruption, 1 étant le plus élevé de corruption et de manque de transparence. في 2012 كان من 12 حتى تقريبا حتى حاليا كان واحد النوع من التغيير منهجي اللي كيمكن المراجعه لو سويفي دون اني ا لوتر ايتترا. ليشيل رجعت من 0 الى 100. دونك هذا يمكننا لا بغيتيو كانت حاجه نرجعوا للاشياء الدقيقه بالنسبه لهذه المؤشرات من الناحيه التقنيه ايتترا. اللي بغيت نقول هو هذا المؤشر اولا المعطيات ديالو كيبينوا بان كاين نوع من الترابط بين المستوى التنميه ديال الدول، التنميه الاقتصاديه بيان ايفيدامون، ولكن كذلك التنميه من ناحيه ديال الحريات واحترام الحريات والمؤسسات ايتترا اللي كيبينوا بحال مثلا بالنسبه ل 2024 هو اخر اللي عندي، ولكن هي بالنسبه لهذه الاحصائيه كاين اخر النتائج هي ديال السنه الفارطه 2025. كاين عندنا الدول اللي ما يسمى الدول اللي هي عندها ديمقراطيه كامله، عندهم سكور المعدل ديال السكور في هذا المؤشر 73 على 100. بالنسبه للدول اللي عندها ديمقراطيه خاسره ولا ديفيكتيوز فاسده عندهم 48 في المعدل. كاين لي بيي اللي كما هكا ما هكا ايبريد عندهم 36، وكاين لي بيي اوتوريتير ولا وي اوتوريتير كاين عندهم 29. كتشوفوا بان كاين واحد النوع من الترابط بين المستوى من ناحيه المعدل
و دو بوان دو فيو اغريجي ديال لو سكور وديال المستوى ديال الديمقراطيه في البلد. المغرب il a toujours été, depuis que nous faisons ce travail-là, autour de 36. Donc, c'est hybride. وانا يمكن نقول اكثر من hybride, ولكن هذا الشيء اللي كيقولوا الارقام. كيف قلت كذلك المتابعه الفساد حنا عندنا اولا ماشي هي سنه ولا لا، متابعه مستمره باش يكون عندنا فكره ديال التطور على مدى طويل. ودونك هنا عندنا تقريبا من 1999 98 99 الارقام كتشوفوا كاين 4.1 4.7 ومن بعد كتهبط 3.7 3.2 3.3 تقريبا اوني اوتور دو 32 35 اتسيتيرا لهاد المده كلها حتى 2011. من بعد 2011 بدينا كنطلعوا اوتور دو 38 37. وبالنسبه لو كلاسمون عندنا 88 على 180 91 كتهبط ل 73 عاود تطلع ل 97 والسنه الفارطه كانت 99 وهذه السنه رجعت ل 91 ولكن فيها نقاش. فيها نقاش ما كاين لاش ندخلوا في هذا. كيف قلت كل مؤشر عنده مزايا ديالو، عنده واحد هذاك بحال دابا لي بي سي مؤشر مدركات الشوا هو عنده كيعطي فكره عامه جلوبال، سي ان سكور جلوبال ان كلاسمون جلوبال، ما كيدخلش في التفاصيل، ما كيدخلش في هذاك، وكيدار على اساس واحد العدد قليل ديال لي زاجونس اللي كيديروه واللي عندهم الامكانيات بور كوليكتي دو لانفورماسيون على شيل مونديال سور 180 بيي اتسيتيرا. ولكن كاين مؤشرات اخرى بينهم لو بارومتر مونديال دو كوربسيون اللي كيعطينا اولا مخالفه ولا اختلافا مع المؤشر ملامسه الرشوه تجربه في ميدان محاربه الفساد، في ميدان الفساد كيقول تيطلب من واحد العينه ديال لي ميناج ولا شيف دو ميناج في بلد ما شنو هي التجربه ديالكم مع الفساد، وعلى اساسها كيكون واحد اجوبه على المستوى كله وعلى المستوى ديال القطاعي كنستطيعوا نوصلوا حتى شنو هي المستوى ديال الفساد في القضاء في الشرطه في الاكزيكوتيف اتسيتيرا. وهذه المعطيات كاينه لو بارومتر مونديال عندنا عليه معطيات دوبي 2006 تقريبا 2006 وحنا متبعين هذا هذاك. كيعطي كذلك اجوبه على تقييم الاسر لمحاربه الفساد ولا التعامل مع الفساد من طرف السلطه العموميه. بحال دابا هنايا عندنا المقارنه ديال 2015 و 2019 تقريبا 75% ولا 74% ديال المستجوبين قالوا بانه الدولة ولا الحكومة عندها عمل موفي ترافاي بالنسبة للعمل على الفساد. وهذه ماشي هذه السنة، يمكن لي نرجع معكم حتى ل 2006 ونتبعوا جميع كان 2006 كان 2008 كان 2010 كان كلهم عندنا نتائج تري سامبلاب. واللي مهم في هذا الشيء كله هو لي ريزولتا دو بارومتر كونفيرج افيك لي زوتر. هذا هو هذا. ولي ريزولتا ديال لي بي سي وديال البارومتر كونفيرج افيك دي ريزولتا على لي دروا هيومان، الوضعيه ديال حقوق الانسان في مجتمع ما. لا بغيتو نرجعوا من بعد المؤشرات كاين ما يتقال زعما اون بو هذاك رابيدمون كيلكو مو على الجهات الفاعله الرئيسيه المشاركه في مكافحه الفساد. كاين في الكتاب تقديم وتحليل الفتره ديال الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي 2002 2098 اللي كان فيها واحد الاقتراحات وواحد المحاولات بحال انشاء اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد المكلفه باقتراح خطط عمل قصيره ومتوسطه الاجال، تطبيق ميثاق الاداره الرشيده. كان اساسا الاقتراحات اللي كانت هي في اتجاه ديال لا موراليزاسيون دو لا في بوبليك،
تخليق الحياه العامه، تخليق الحياه. ولكن في الحقيقه يمكننا نقولوا بان المشكله راه ماشي هو التخليق، لان التخليق يمكننا نديروه، ولكن هنا كاين مصالح كبيره اللي خصها ادوات اكثر من التخليق. المهم حتى ديك العمليه ديال لو باك دو بون جيستيون اللي كانت دار ما شفناش شي حاجه هذاك. كان مرسوم الصفقات العموميه، كان اعاده مشروع قانون بانشاء مؤسسه الوسيط، كانوا بعض الاجراءات ولا بعد هذاك. ولكن في العموم في الحقيقه كان اون بو دير كان واحد البلافون دو بلان اللي ما تعداش. وفي الواقع من ناحيه ديال التطبيق لم نرى شيئا هذاك. والواقع ان النتيجه من ناحيه القياس ديال الفساد استمرت، وهي في وضعيه ديال فساد عام ومعمم. السياسه اللي نفذها ادريس جدو كذلك من 2002 2007 في ذيك الوقت كان جوج حوايج اللي يمكننا نعتبرهم بوزيتيف. هو مثلا كانت لادوبسيون ديال لا كونفونسيون دي ناسيونز يوني دو لوت كونتر لا كوربسيون، الاتفاقيه الدوليه لمحاربه الفساد في 2007. وكانت كذلك سميتو خلق من بعد، ولكن جات من بعد، ولكن كان في ذيك الوقت كانت تتهيئ اللجنه المركزيه لمحاربه الفساد، لانستونس سنترال دو بريفونسيون دو لا كوربسيون، وهما نتائج ديال لا كونفونسيون دي ناسيونز يوني دو لوت كونتر لا كوربسيون. الوزير الاول ديال ادريس جدو في التصريح ديال الحكومه بالبدايه قال بان الفساد هو شيء خطير، وبانه وصل لمستويات عاليه، والتزم كذلك محاربه الفساد. ولكن كذلك الفتره دازت وما كانش شي اشياء اللي يمكن تذكر من ناحيه ديال تغيير الوضعيه. المجتمع المدني كذلك اللي يمكن نقول كطرف، وطرف تيظهر لي بالنسبه سي اون اكسبيريونس كي بو اتر ايفالوي بار تو الموند. كيظهر لي شخصيا بكل تواضع المجتمع الوطني المغربي، المجتمع المدني المغربي دار مجهود كبير وقام بعمل على المستويات، على مستوى الدراسات، مستوى الترافع، مستوى متابعه القوانين، مستوى ديال برامج تطبيقيه اللي كانت بحال مثلا كان الجمعيه المغربيه لمحاربه الفساد كانت اشتغلت بكثره وافيك انتونسيتي في ميدان ديال التربيه والتحسيس، واللي في الحقيقه هذا هو المستوى اللي يمكننا كمجتمع زمني نخدموا هذاك. وكانت عندنا ان بارتناريا مع وزاره التربيه الوطنيه، وفي هذا الاطار كان عمل كبير اللي دار، والدار اساسا بالامكانيات ديال المجتمع المدني. التمويل ما عمرك جا شي حاجه تذكر من جانب ديال المؤسسات العموميه. ودرنا تكوين المكونين، درنا كتب، درنا دراسات على القيام، اشياء كثيره. ولكن ملي كنحاولوا كانت محاولات كثيره باش ندخلوا ان كونتوني ديال محاربه الفساد وديال القيم ديال الشفافيه وديك الشيء في لي مانويل سكولير، كانت صعوبه بمكان، كانت كازيمون امبوسيبل. والاخ علي كان خدم معايا، خدمنا بزاف في هذا الميدان، يمكن له هو يعطي هذاك لان حتى هو ساهم كثير في هذا الميدان ديال التكوين والتربيه. ثانيا الاشياء اللي كتعني بينغا ما كتوصلهاش، c'est-à-dire on a voulu travailler sur les marchés publics des constructions scolaires في وزاره التربيه الوطنيه اللي فيها مشاكل كبيره. ملي كتطرح اشياء ديال اللي عندها علاقه بالصفقات العموميه والميزانيات ايتترا والو. دونك واخا كان مجهود، دابا كاين بعض الاشخاص اللي كيقولوا لنا خص بنادم يخدم مع الدوله هذاك ما يتجابهش معها، حنا سيدي خدمنا وحاولنا وشاركنا ولكن كاين شي اشياء اللي ما كاين ما يدار، ما سي تيرميني سيركولي.
على الرغم من توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية وترانسبارنسي المغرب، لم تتخذ الأخيرة أي إجراء لإضفاء طابع مؤسساتي على هذا النوع من الأنشطة، لأن احنا العمل اللي يمكننا نديروه ما يمكننا نديروه هي مشاريع بيلوت، دي بروجي بيلوت خصك تنجحهم، ولكن ملي ينجحوا خاص المؤسسه المعنيه هذاك هي اللي تاخذ هذاك. لم يعتبر المسؤولين انذاك الانتقال الى مرحله يمكن فيها استدماج قيم الشفافيه ومحاربه الفساد في المناهج الدراسيه امرا ممكنا. بعض معيقات محاربه الفساد، وهذا من الجانب رؤيه لابغيتيو ديال المجتمع المدني اساسا. تتمثل المعيقات بشكل خاص في ضعف القوانين وعدم تطبيقها أو إفراغها من مضمونها. كنعطي كأمثلة تصريح بالممتلكات، وهذا جانب جد 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 مهم، الحق الوصول للمعلومات، حماية الشهود، ومثلا التجربة ديال الهيئة الوطنية الهيئة المركزية لمحاربة الفساد. في هذو المشاريع كلهم احنا كنا متواجدون في لا كونسيبسيون، في الاقتراحات، على اساس مثلا بالنسبه لي زاجون دو لوت كونت لا كوربسيون كنشوفوا التجارب الدوليه شنو هما الشروط اللي خصها تكون باش يمكن لها تنجح، الاستقلاليه، التمويل، ان سارتان نومبر دو شوز. هادو كلهم كان صراعات جد مهمه باش نوصلوا لدي تكست عندهم شويش ديال لا كريديبيليتي. ولكن ملي وصلنا للتطبيق نعطيكم هي نحصر هي في الوصول للمعلومه. الوصول للمعلومه جا الدستور في 2011 واعطانا الفصل 27 كيعطي الحق للوصول للمعلومه للمواطنين اتسيتيرا. كاين بعض الاستثناءات، ولكن ملي جينا النصوص بعدا كاين 3 ديال النسخ ديال المشاريع ديال القوانين ديال الوصول للمعلومه. في الاول كانت دي زانديمنيتي او كا اون نابليك با لا لوا، enfin دي سانكسيون، بعد ما بقاتش، وكاين ثغرات كبيره، ولكن الاساسي هو كان استثناءات جد كبيره بلا رجوع الى لو بريجوديس كوزي على لا سوسيتي. لان حتى في الدول الاخرى الدول هذاك كيكونوا استثناءات، ولكن الاستثناءات كتربطها لو بريجوديس كي بو اتر كوزي او جون à la population etc. كاين مشاكل كثيره بالنسبه لهذاك، وكاين مثلا الهيئه اللي كتتبع التطبيق هي في الحقيقه عندها جوج دورليوس، واحد خصو يخبع لانفورماسيون، واحد خصو يخرج لانفورماسيون. زعما يا دي شوز انكرويابل. l'élément le plus positif ديال الجانب اللي جد اساسي بالنسبه لا لوا بوزيتيف بالنسبه للقانون الوصول للمعلومه هو الفصل 10، هو النشر السباقي ديال المعطيات ولا المعلومه اتتها. وفي ديك الفصل 10 كاين تقريبا 18 ولا 20 ديال لي كاتيجوري دانفورماسيون اللي خصهم يخرجوا. مثلا تو سكي كونسيرن الصفقات العموميه، الانتخابات، لو ديتاي، اشياء كثيره اللي مثلا الميزانيات ديال الجماعات المحليه، بوكو شوز اللي خصهم يخرجوا. بالنسبه للميزانيات ديال المؤسسات العموميه كلها خصها تكون معروفه. Une situation بحال مثلا où la fédération royale de football est subventionnée avec des millions et des millions de dirhams et même اللي كيكونوا في الجمعيه العامه ما كيعرفوش شنو هي الوضعيه، خويا زعما ما يمكنش، لان هذا ماشي احترام، عدم احترام القانون هذا. دونك حتى الجانب الجد اساسي ومهم اللي اعتبرناه سيتي بوزيتيف، الاخوان كانوا هذا ما كاينش. دونك القضيه تصريح بالممتلكات انتم عارفين الحجايه لا كور سوبيريور ديال المجلس الاعلى للحسابات كيتوصل تقريبا بواحد 120 الف هما المحاكم الجهويه ديال التصريحات. كاين اللي ما كيصرحش ولكن عدد قليل. ولكن شنو هو الاستعمال ديالهم ديك التصريحات؟ والو، غير كيعترفوا في التقرير افون سولي لا بانه il n'exploite pas
les déclarations de patrimoine. Or, si on ne peut pas les exploiter, ça sert à quoi? زياده على هادشي كاين مشاكل اخرى ديال لو سيبلاج ديال لو بلافون دو ديكلاراسيون بعض الاشياء تقنيه، ولكن ملي كتمشي هي اللي زعما الاساسي اللي خصو استعمال ديك هذا كان ان اوتي دو بريفونسيون دو لوت كونت لا كوربسيون ما كاينش. النقطة الثانية ولا الثالثة إفلات من العقاب الذي يتمتع به كل من مرتكب جريمة الشواء، وهي ملاحظة الهامة التي ظهرت في أواخر التسعينيات لا تزال فاعلة حتى اليوم. جمود الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الشواء التي يمكن القول أنه تم موازاتها فعليا باستراتيجية لحماية الفساد. أنا شخصيا كنقول هذا ولكن نناقشوا. الاستراتيجية العامة c'est-à-dire officielle ديال الدولة il y a eu beaucoup de difficultés pour l'adopter. Quand elle a été adoptée, il devait كاين فيها تقريبا شي 169 مشروع ولا شي حاجة هكا، أشياء كثيرة etc. où il devait la commission de supervision et de suivi devait se réunir au moins 2 fois par an. حتى 2025 تعالي اجتمعت 3 مرات. La stratégie a commencé de 2015 et se termine en 2025, donc elle est terminée. الحاصلة لا j'aimerais bien que شي واحد يقول لنا الحاصل. Il y a quasiment rien. كاين واحد الاشياء اخرى اللي يمكننا كذلك بحال مثلا كان تقدم بالنسبه للجنه المركزيه لمحاربه الفساد لا ديال اللجنه ديال النزاهه مع كومباريزون مع اللجنه المركزيه sur beaucoup de choses. مثلا les possibilités d'investigation امكانيات ماليه اكثر etc. ولكن الفصل جو كخوا 38 ديال الهيئه ديال النزاهه يمكن الاخوان في هذه الهيئه يديروا دراسات، يديروا تحقيقات، يديروا لانفستيغاسيون، يوصلوا للنتائج اتسيتيرا. لا قال وكيل الملك سولون لارتيكل 38 بانه هو اللي غادي ياخذ الملف، خصهم يهزوا يديهم يمشيو بحالهم يخرجوا يمشيو يا بلو ريان با دروا او شابيتر. هذا سي ان جوكر كي est fait pour anéantir pratiquement toute possibilité d'efficacité dans le travail. أما العوامل الأخرى والأكثر حسما فتعزى إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقة. الحقيقة هادشي كله مزيان كنا سي امبورطون، ولكن ملي كتمشي تبقى تخمم داكشي تتقول كاين مجهود كبير كيدار، كنوصلوا بصعوبة إلى قوانين إلى اتسيتيرا، ولكن من ناحية التطبيق ولا من ناحية ما كاينش. دونك il y a un problème quelque part qui est beaucoup plus fort que tout cela, et donc moi personnellement en tout cas je le limite dans une absence de volonté politique. Et quand je dis volonté politique, je ne dis pas discours politique. Discours politique مهم، كاين ديسكور كاين الخطاب، ولكن بالنسبة للواقع ما كاين شيء. ادوات واليات مكافحه الفساد رابيدمون. هذا الجانب هذا درته اساسا pour deux choses, pour essayer un peu de vulgariser les outils, de les faire connaître et en même temps d'analyser ce qu'on en a fait au niveau de notre expérience. Donc كاين عدد مهم واحد كاين هذا لو تابلو هذا كيعطي تقريبا واحد 10 ديال انواع ديال لي زوتي كي سون اوتيليز. ادوات من الناحيه التكنولوجيه كاينين كي سي ديفلوب بوكو اكطوالمون، كراود سورسين اتسيتيرا. الذكاء الاصطناعي حتى هو كيتستعمل حاليا. كاين من الناحيه القانونيه الاتفاقيات الدوليه كلها، كاين افريقيه وكاين دي ناسيونز اوني وكاين لو سي دو اتسيتيرا. كاين ادوات من الناحيه القوانين والانظمه الوطنيه، الحقوق زعما لي لوا تو سا، الحق في الحصول على المعلومه. علاش الحق على الوصول على المعلومه؟ لان هي في الحقيقه اساسيه. ما يمكنناش نتقدموا محاربة الفساد لما كانش حقيقة تقدم سينيفيكاتيف في الناحية ديال الوصول على المعلومة اللي هي أساسية باش نعرفوا اش كاين. أنا كنعتبر بأنه علاش on a une difficulté majeure de faire des progrès au niveau de l'accès à l'information, parce que l'opacité
L'opacité est nécessaire pour le fonctionnement de notre système. Notre système aura du mal à fonctionner s'il n'y a pas d'opacité. Et donc ماشي هي مشكل تقني يمكننا كاع نديروا شي قانون واحد اخر زوين ولكن شكون اللي يطبقوا معك هذا هو المشكل النظام je dirais de gouvernance اللي عندنا il a besoin d'opacité باش يمكن له يسير الاشياء. La justice c'est très important لأن واخا يكون عندنا قوانين etc كانت la justice défaillante il y a de sérieux problèmes etc. Donc كاين هاد الأدوات كاين les agences de lutte contre la corruption et d'autres le code d'éthique etc. Et donc, j'essaie de présenter les outils كلهم, ce qu'ils ont apporté dans d'autres pays, les limites, etc. بالنسبة مثلا لقانون الوصول للمعلومة احنا كباحثين ولا كاساتذه التعليم العالي الا بغيت شوي من قبل كان يمكننا ناخذوا المعطيات ديال المينيستير دي فينانس ولا اي مينيستير اون لي اكسبلوت اون لي تريت اتسيتيرا. Avec l'article 3, l'introduction 360, ils peuvent nous poursuivre pour usage non correct, non approprié des données, une mauvaise interprétation, etc. Donc, la menace. Et ça, c'est très dangereux aussi pour les gens qui travaillent dans le domaine du journalisme, de l'information, etc., etc. تصريح الممتلكات يمكن لنا نرجع لها لا بغيتي ولكن ما كاينلاش دابا جو بونس. الاتفاقيه الدوليه لمحاربه الفساد كانت واحد ليتاب امبورطونت وسا ريست اون ايتاب امبورطونت ولكن الاتفاقيه الدوليه لمحاربه الفساد ماشي ملزمه كتعطي واحد الاطار مرجعي وكت دي ريكومونداسيون ايتترا ايتترا كتطلب باش يكون اون اجونس دو كونتر الكوربسيون في الارتيكل 13 كتعطي واحد الاهميه جد مهمه للمجتمع المدني والدور ديالو ايتترا كت elle insiste sur la transparence في لي مارشي بوبليك بوكو الاشياء مهمه ولكن sous forme pratiquement donc elle n'est pas obligatoire. Donc la mise en œuvre dépend des pouvoirs publics. Et malheureusement, حنايا كنلاحظوا surtout السنة الفارطة أشياء مثلا بالنسبة للفصل 13 ديال الاتفاقية اللي كيركز على الدور ديال المجتمع المدني كاين تراجعات كبيرة. Le code de procédure pénale l'article 3 et 7 كيقول لك سينكولي يا غيان افوار ماشي ما يستدعنيكش. دونك هذا مشكل ديال الدوله عندها التزام عندها ratification d'une convention internationale et elle n'est pas en mesure de la respecter. Je ne parle pas du fait que حتى في الدستور هادشي كاين l'article 13 ou 12 ou 14 كيحث على بأن المجتمع المدني خصو يكون حاضر في la conception, l'évaluation et le suivi des politiques publiques. Comment on peut? Donc il y a كاين معطيات تعلق شويه في القانون الجنائي etc. Alors, la dernière partie où je vais aller rapidement, qui reprend un peu l'analyse en essayant de la mettre dans la perspective de la régulation sociale. Et de la régulation sociale, chez nous, elle commence dans l'histoire. Il y a une régulation vraiment qui repose sur la corruption en tant que facteur. Par exemple, au début de l'indépendance, il y avait des choix entre mettre dans le monde rural des agents publics qui sont payés, qui ont un statut, etc., etc., où là tu prends des relais qui n'ont pas aidé à collecter aussi bien l'argent, c'est-à-dire les impôts et l'information, et qui se font payer par la population. Mais en même temps, c'est un moyen de contrôle. Et c'est un moyen également de développer l'élite qui rentre dans une logique de clientélisme et de RIع. Voilà. بالنسبة للجانب de RIع, bon, il y a dans le livre beaucoup de choses qui sont dites, notamment
tous les secteurs, beaucoup de secteurs اللي عندنا ريع واضح كلير اي نت اتسيتيرا. انا يمكن لي نقول لكم ملي كنت ساره في الرباط ولا كنت ساره في طنجه مثلا كنشوف الريع، كاين دي زانديس ديال الريع باينين ولكن كاين الريع في لا بروموسيون ايموبيليير، كاين الريع كاين حتى في البيدجي. لي بيدجي les dépenses fiscales de 30 à 32 milliards par an dans le budget, ben une bonne partie c'est rien. Et c'est ni évalué, ni l'impact, on ne sait pas, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Le plus important, c'est que aussi bien la corruption que rien sont des piliers utilisés, intériorisés dans les systèmes de fonctionnement et de régulation. Et je m'arrête là et merci.